أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكريم ذي المنن على شغالي بفرود وسنن الحمد لله الكريم ذي المنن على شغالي بفرود وسنن شكرته لأنه قد ساخني لوطن بنفع ما خني وخادني إليه بالتحلي من بعد ما ذهب بالتخلي وجرني في الهلوم والفوز والحمل بالمهلوم ثم الصلاة بسلام تبعا على الذي قصدي أن أتبعا على الذي من بمرادي اقتدى في سر والجر يكون مقتدى هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربي فسان دينا وسيلتي لمالك الرفيع محمد خير الورى الشفيع وعلي وصحبه النجوم الخير النفوس والرجيم هذا وإني اليوم يا وهاب غيرك في الدارين لا أهاب وإنني يا بر يا كريم داع وعن شكرك العريم منذ جذبتني إليك يا مهين عناية منك إلي لتعين فقمت مجوبا إليك منك بك عليك ورضيت عنك مفوضا مسلما إليك أمري مهاجرا لما لديك ثم إليك لا إله سواك قد سرت لم أجد شرواك فجدت لي اليوم بخير منني وخدتني إلى اختفاء السنن من بعد ما كاد امتداح الناس يدخلني في شرك الخناس وكدت للأمداح والإطراء أزهد في التأليف والإقراء وفي التعلم وفي التعليم وفي شغال بهدى المهلوم فقلت ذا شكر وذا توثل بالمصطفى شفيع عين الرسل وببنيه وبناته محا ليسعوا في ثري النجمة يا بر يا غفور يا عليم إني يغم تائب مريم يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسول نائم أكول يا مالكي يا خالق الأنام أمد هواي خلل منامي يا خالقي يا كامل الصفات لك شكيت كثرة الآفات وأنت ذو الجلال والإكرام فنجني وأهلني مرامي منك أروم اليوم أن أكون ممن أبوا لغيرك الركون وأن أطيعك بنهج المصطفى سنتي البيضاء يا من اصطفى يا غافر الذنوب يا غريب إني أبيدنا هنا غريب لي بذاك ولإخواني جميعا
الدارين حقا يا سميع هب لي في هذا الدعاء الإجابة بالمصطفى والآل والصحابة هب لي خير الخزي في المقاسم ولذوي الدين بجاه القاسم ولشفى الليل والبهيمة بحرمة المحبوب إبراهيم وليسوق خير حلال طيب وخير جيران بحق الطيب وصفني في باطن ودائر وارحم بي الخلق بحق الطائر ورقني ترقية خفية ببنته رقية الصفية وقي أذايا أقربا وأجنبا ومسلما وكافرا بزينبا وأمني بالخير والسلام بأم كلثوم إلى القيامة وليجر ربي بحسن الخاتمة هنا وفي غد بجاه فاطمة صل على بيم والآل وزعبي ولسجب سؤالي وكنني زي وهمني من الضرر ونجني من اغترار وغرر ونجني ربي والداري هنا وفي غد من الأقدار ونجني والمسلمين من بلاء والتقي جثماني في قبر البلاد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ابنا هب لي بجاه من هو المختار دنيا أخرى خير ما اختار واجعل إجابا بيننا وبين كل أذى ولتكفي عنا العين يا الله يا نصير يا جليل إني أخير مهدم ذليل فلتغنني بك وابلي الأرب بمن حلا جملة هجم ورب سيدنا محمد باب الفلاح وسيلتي إليك في نيل الصلاة وصليا وسلما عليه كل من قد انتمى إليه واغفر ذنوبي وتقبل عملي ولي خير منن وعملي يا من على عن المكان والعرض إني ساكن هنا وبي مرض فكن أنيسي واشفني من السقم حتى أكون سالكا خير لقم يا عدل يا مذل يا ميؤمن أنت مجيري هنا يا مؤمن فابدا كن مؤمني يا ذا الجلال من كل سوء وعذاب ودلال يا من على عن زوجة وعن ولد هتني وهت جميع أهل ذا البلد واجعل إلهي مسكني تبابد بجميع بجاه خير من أبد وصلي علي أفضل صلاة والي وصحبي ذوي الصلات وكل من خدمني أوزارا فنجه واغفر له أوزارا وكل من أحبني أو مالا إلي فرزقه هدى أو مالا وكل من شتمني أو لاما فابله توبة واستسلاما فكل من أثى ظنه بها فليخلف قلبه يا ربي ولتكفني أذى جميع العالمين ولتكفهم أذى يا ربي أمين
واجعل بناي بنا حافية يجرني إلى خيور ضافية واجعل بناي بنا حلمي وحمل بسنة وحلمي واجعل بناي بنا الاهتداء ولتكفي عني كيد كل ذي اهتداء ولتكفني در أذى الشيطان وحزبه الباغين في الأوطان ولتكفي عني كل شخص لم يرد وجهك فاصرفه سريحا إذ يرد ولتصرفا جملة ما يفسد عن يدي وعن داري سريعا حيث عن ولتدخل المسلم في يدي وفي داري وثبتنه بالهادي الوفي واهلني واهل من يعينني ولتكفني جملة ما يعينني ومسكني سلم من الفجار وامن حلال بماء جاري واجعل ربي مننا مؤجلا جالبة لمنن مؤجلا يا قيوم كل يا مجيب أنت المجيب والكريم والقريب إليك وحدك فررت من سواك وكن بذاك خائدي إلى هداك وليكن ربا ولي ونصير ولجميع المسلمين يا بصير وكثرا خيرات هذا البلد ورزقه ولتكفي عنك دي ولتثبت في جماعة تقيم الصلوات الخمس دابا يا حكيم ولتثبت في جماعة تقيم الصلوات الخمس دابا يا حكيم ونجنا من شر هذا الزمن وشر خيري وكل فتني وتقنا شر النصارى واليهود وشر إبليس وكل ذي جود والجن والدجال وسوداني في الشرق والمغرب والبلدان وشر ما في الأرض ترا والسماء من دائر وباطن اكتتما وشر ما في الأرض ترا والسماء من دائر وباطن اكتتما يا لطيف يا كريم يا جليل حامل جميعنا بلطفك الجليل وكلنا قل لنجاة وفلاح ووفقنا لصواب وسلام ولتغرنا بفعل ما أحببت ولتكفنا عن فعل ما أبغضت ولا تكن مبتليا منا أحد دارا بما ليس يطيق يا صمد وهب لنا التيسير والفلاح في كلتا الدارين والنجاح بجائز اليوم وجاي مورد في فرمنا مثله ولم نجد محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا اشتباه عليه صلي أبدا خير الصلاة بها نرافق الخيار والثقات وابلنا أخذ الذي آتانا وترك من فعلي نهانا حتى يكون كلنا في الحركات مقتديا بسنة والسكنات ونجنا بجاهه من دعوى ولتكفي حنا كذبا ولهوا ونجنا بجاهه من دعوى ولتكفي عنا كذبا ولهوا ولتكفنا الهوى وما لا يغني وبك دابا أغننا يا مغني
يا الله مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوب حاسم مهولا يا الله مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوب حاسم مهولا يا بر رحمتك أرجى عندنا من حمل نكسب فاغفر لنا يا بر رحمتك أرجى عندنا من حمل نكسب فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن ولا تواخذنا بسوء الأدب وبتجرؤ وكثر اللعب فإننا وإن تجرنا فلا نرجو سواك كلنا تفضلا ولا تواخذنا بكثرة الفضول في زائر وباطن وبالغفول وكن ميتنا من الوباء وكل نادل من السماء وكل ما يدور في الأرض وما بينهما يكون يا رب السماء واجذب قلوبنا مع الجواري للبر والتقوى بجاه الناس وصلي الأزكى صلاة دافعة حنا وباب من جراد مانع عليه والآل بأفضل سلام وصحبه ومسكنه هدى سلام عليه والآل بأفضل سلام وصحبه ومسكنه هدى سلام وزكي نفسي وزدني علما يكشف في دارين هني حما وطهر القلب وزدني حياة وإني في طاعة يا ربي واجعل يميني كثاب في سخاء ميمونة في شدة وفي رخاء يا الله يا واب يا أعلى رفيق بيسلكن اليوم أنفع طريق بحرمة المشفع المقرب والآل وصحبه وشهر الرجب جد لي بالتقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق وليجد بالحق والتوفيق بحرمة الموفق الفاروق ولياب سعادة دارين بحق عثمان أخ النورين ثم بحرمة إمام علي هب لي في دارين سويتا يعتلي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقبل نظمنا بحرمة الحسن والحسين ما حرمة كل من إلى صحب جماع وحرمة البنين والبنات وحرمة العالمة زوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائكة الغر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام
وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المحمور يا ربي وما يزور من ملك فوق السماء وجاي كل ذي هدى من صالح أو مرشد أو حابد أو ناسي وجاي كل من إليك ينسب حبلي ما منك جميعا أطلب ولتكفني جملة ما أعوذ منه سريعا بك يا معيذ فلتجمع بيني وبين ما يسوقني إليك حيث هلما وكل ما عنك يوق يا بديع فلتفرق بيني وبينه سري أنا الذي أسلمت وجهي هنا إليك عازما على نحسنا أنا الذي لست أميل أبدا إلى سواك هنا ثم غدا لملا وأنت ربي الوكيل وأنت حسبي فلا أميل لملا وأنت ربي الوكيل وأنت حسبي فلا أميل يا بر أنت ربي الوهاب وفي فتوحاتك لا أرتاب يا بر أنت ربي العزيب وأنت حسبي فلا أخيب يا أنت ربي المدافع وأنت حسبي فلا أدافع يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أناسع يا ربي أنت ذو المحال الواحد وأنت حسبي فلا أكابد يا فرد أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد مولاي أنت ذو الهدايا النافع وأنت حسبي فلا أخاتم أنت الذي تولي بي كوداك وأنت حسبي فلا أبغي سواك فمما يلي كل إذن ناسين عن كل ذي ناب وزفر كل حين وتكفني هذا البقاء والخدم أذى الذي مشى إلي بالقدم وشر من يركب زازلاي وشر ما يطير ذا جناح وشر من يجلس بالكلام وشر ذي دجه وذي قيام وشر من ينفذ في الوقود وشر سائر وذي جود بك قد يا إلهي لثدا وحية وحقربا وأسودا وحاقدا وناذثا وثارقا وحائنا وسائرا وتارقا وحاقدا وناذثا وثارقا وحائنا وسائرا وتارقا والإنس والجن معا عني وعن جميع من قد أسلموا فيما حلا بألف ألف لفظ لا حول ولا قوة إلا بالإله ذي الهلا
ونجني من شر ساكن البلد وشر كل والد وما ولد ولتكفني شر فم وحيني وكل من قصدني بالحين ولتكفني شر فم وحيني وكل من قصدني بالحين ونجني من ظلم كل ظالم وشر كل جاهل وعالم وكل صامت وكل ناطق وكل مارخ وكل تارق وكل أرذل وكل فاضل وكل خير وكل سائل وكل طائر وكل ماشي وكل غامل وكل فاشي وكل حاسد وكل شاني وكل جبار وكل جاني ونجني يا من تعالى يا مجيد من شر جن ما شيطان مريد وشر ذي القرب وشر الناي والحر والبرد وشر الماء وسودني وأيدني أبد وطهر القلب وصحح الجسد وابلي القيام في الليالي والصوم في النهار بالإكمال وخليني من الرذائل وكن مجملي بالفضائل وذكلوا بي وافتح ربي ليا فتحا مبينا لا يرى لمثليا وليا معذاقة ونورا وفي سرات يسير المرورا وابلي ذكر بشكر كل حين وودني من جملة المقربين ولا تذل يا مالكي دليلي واذبني وكن خليلي وعلمني من لدنك حلما حتى أسير راسخا خدما وكن معيني على الشيطان والنفس والخلق مدى الأزمان ولي في الدارين كن هذا وفي مالي لا تذل ملاذا وصفيني قالبا وقلبا وليب ترقية وحبا وكن ولي في الحياة ولدا موتي وفي الخبر وفي الحشر خدا ولا تذل يا في ذهاميا وحافظا وحاجبا وراديا وجاذبا ومرشدا محلما وقائدا إلى الهدى مكرما وهاديا وناصرا ومنيفا بكل ما ينفعني وبالتفا وبذك مسالك الخلاص ولتكفني عن جملة المعاصي وبلغ رب طريق الأولياء النجباء المخلصين الأصفياء وأولني سعادة لست أرى سخاوة من بعدها أو ضررا وأولني سعادة لست أرى سخاوة من بعدها أو ضررا وتثبت حبك في بعدي وهب خير الخلق في تمادي
وهب آلي وصحبي جميع ثم تحب كل مسلم متيم يا ربنا يا ذا العطايا جبي توسلي بالمصطفى المنتخب ثم عليه صلي الخير صلاة تقودني إلى ملاقاة الهداة ولتغرني بحب كل مسلم ونجني من شر كل مجرم واغرني بطاعة ولتكفني عن المعاصي وجميع الفتن ولتخرج الأغيار من فؤادي ولتدخل الأنوار في هادي وكن معيني على ما يصلح ولتكفني جملة ما يخبئ ولترني دقائق الأسرار من علمك النافع والأنوار وابلي اليقين والعرفان والذوق والغفران والرضوان والاستقامة على العبادة والكشف والعيان والسعادة واصلح الأمة خير مرسلين وفرجنهم جميعا يا عليم وارحم وبارك ثم في كلهم ونجهم والتف بهم واغفر لهم ورحم وبارك ثم في كلهم ونجهم والتف بهم واغفر لهم واجعل لي يا ربي من آدم العباد عندك أذى ونصيبا في تماد واجعل جميع حركاتي لك وسكناتي طاعة بفضلك واجعل حياتي ومواتي في السنن والفرد والمندوب سرا وعلن واجعل مماتي راحة لي من نصب ومن جوى ومن غرام ووصب وعملي اجعل كله مقبولا حتى أكون مقتدا مقبولا ومسكني اجعل مسكنا مباركا وسيرا لي سالكا وناسكا أدعوك أن تجعله دار التقى والعلم والدين ودار الارتقاء وجنة لسالك مريد وجنة ناتك مريد ومدفعا لكل عاد مسلم ومدفعا عن كل عاد مجرم واجة لمن بدوف ارتدى وجة على مخالف غدا ومطلبا لطاعة الرحيم ومهربا من طاعة الرجيم ومسلكا لسبل اتباع ومتركا لسبل ابتداء ومسكنا لجلب كل خير ومسكنا لدفع كل ضير وسببا لفن خير الغيب وسببا لدفع دير الحيب وارضه وجوه الأرض رزق وأمان ورحمة وسعة كل أوان يا دافع الأسواء والأقدار بالمصطفى دفع كل سوء داري واغفر لمن بنوا بالنار فيه واغفر لمن أمرهم بجميع
ولجميع من آنهم على بناء الذي بفضلك اعتلى واغفر لكل من بها قد سكنا وللذي لا لخير ركنا ولتجعلنا ذات الامتلاء نورا ورحمة بلا انتهاء ورزقا جعل أطيب الحلال في الأسر واليسر على التوالي وليجد في بعلم ينفع ورفعة السويت بقلب يخشع وليا في دعاء يسمع مع القناعة بنفس تشبع وزوجة صالحة تهين على التقى والبر يا معين واسبلا كنفس ركابد علي ما جملة آلي يا صمد واسبلا كنفس ركابد علي ما جملة آلي يا صمد واسبلا كنفس ركابد علي ما جملة آلي يا صمد واجرب سراد قاتب زكالا داري وما فيها جميع مسجلا ولتدخل الجميع في مكنون خيبك واجبنا عن الفتون وعن سرار الخلق والرذايا والجن والشيطان والبلايا وامرني بالتقى والنور والزهد والورع في الدهور ومسكني جعل مسكن الغفران والرشد والعرفان والرضوان ودار إخلاص وصدق ووراء ودار سنة ومنجم من بدار ودار إخلاص وصدق ووراء ودار سنة ومنجم من بدار وجعل هدى مسكن تعلمي وموضع الفكرة والتفاهم ومسكن الإرشاد والتحليم ومسكن التصويب والتفهيم وجعل مسكن خروج من ظلم لنور وكف حن كل من ظلم وجعل داب مسكن اتباع لسنة الله مسكن افتداء وجعل يا ربي أحب مسكني في أرضنا لك وللماء السليم والتحمي داري عن الفجور والفسق والباطل في دور والتحمي داري عن الفجور والفسق والباطل في الدهور وانفي الوباء والبلايا كلها حنا والطيب شربا واكلا واجعل عريمنا آمنا وكن به ذي كفيلا دامنا واجبل الخير من الجهات أست واكفها عن الآفات واجبل الخير من الجهات أست واكفها عن الآفات خذني عن الشيطان يا جليل ومسكني وكلما أقول يا الله يا حفيظ يا ذا الأمر يا فائق الخلق ما بالخير
يا الله يا فيض يا ذا الأمر يا فائق الخلق من بالخير نفسي وديني ثم لي والولد ومسكني لك وديعة أباد وهكذا دنياي ما أخرايا ففيهما النسر في الرذايا واصرف عذاب النار عن جملة من بيتعلق من أبناء الزمن وجملة الإخوان من نخاربي في الدين أو في الدين والأجانب فليكن إسنا ودابا يا سماد تولني ولا تكلني لعاد ورم جميع المسلمين أبدا وصلي وسلم نصر مدى على محمد وسيلتي لك ولي حسن الختام عندك على محمد وسيلتي لك ولي حسن الختام عندك ولتسري في الصلاة للصحابة حناله وهب لي الإجابة وليجود بكل ما طلبت بذي القصيدة كما التمست وليجود بكل ما طلبت بذي القصيدة كما التمست سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.